ألف مليون مبروك للشعب الجزائري ولمنتخب الجزائر فوزهم ببطولة الأمم الإفريقية، كأس الأمم الإفريقية. خلاف دائر مفتعل بين مصر والجزائر، واللي أنا حقيقي مش عارف مين اللي مستفيد بيه، مين هيستفيد من الخلاف ده. الجزائر مسلمة عربية ومصر مسلمة عربية، بتجمعنا قواسم وعوامل مشتركة كتير جدا. ايه ومين اللي هيستفيد من ان احنا نبقى على خلاف مع الجزائر؟ في البداية ما كنتش حابب اتطرق لموضوع الخلاف، لان كل ما بنتكلم عنه بنوسع الهوة فيه يعني، فانا ما كنتش حابب اتكلم عنه لولا ان في مستجدات حصلت اثناء ما انا جاي في الطريق النهارده. كنت هبارك للجزائر واعدي على الموضوع امر عليه مرور الكرام. المستجدات اللي حصلت هي اللي هتخليني اتكلم يعني باستفاضه دقيقه واحده عن القصه دي. مدرب الجزائر قال يعني ان شعب مصر شجعني اهلا وسهلا، ما شجعنيش برضه هو عنده مطلق الحريه. ان كان هو اخفق في تصريحه ده فمش مشكله، ما حصلش جريمه يعني عشان مجموعه من الناس تطلع تهاجم واحنا مش هنشجع الجزائر ومصر دي ايه وهم، والراجل بيقول انتوا مش لازميني ليه يعني ليه؟ ان كان اخفق فكنا نعديها له. كمان في طبيعه للشعوب، كل شعب له طبيعه، مش كلنا حاجه واحده. يعني مثلا المصري دمه خفيف، حد لذيذ ودمه خفيف وكده يعني. الجزائري عصبي مثلا وايه وجاف في كلامه، هو طبعه كده، مش بيبقى قصده اي حاجه وحشه. طيب خلاص عدينا المرحله دي، واللي قالوا ان احنا مش هنشجع الجزائر وكده قله قليله، وعلى الخلاف من ده طلعت مصر كلها تشجع الجزائر، طلعوا في الاستاد يشجعوا الجزائر. الحمد لله الجزائر فازت. ايه اللي يحصل بعد كده؟ فيديوهات من ساعه او من ساعتين بتقول ان الجزائريين بيكسروا في مطار القاهره، وفيديوهات تانية بتقول ان الجزائريين قاعدين في مطار القاهره من امبارح مش عارفين يسافروا، مضيق عليهم يعني ومش عارفين يسافروا. لا الفيديوهات دي صحيحه ولا الفيديوهات دي صحيحه ولا الكلام ده صحيح. ان حصل شغب من جماهير الجزائر فمن قله، وان حصل تجاوز من اي حد في مصر فهم قله. الجزائر ومصر علاقه وثيقه وبيربطنا دماء مشتركه عروبيه واسلاميه. انا النهارده حقيقي ما كنتش هتكلم على المشكله في حد ذاتها، كنت بس عايز اجيب لكم نشيد الجزائر نسمع نص دقيقه، هو عباره عن النشيد الوطني للجزائر، لان النشيد الوطني للجزائر له قصه. من باب المعلومات العامه نعرف نسمع الاول النشيد الوطني للجزائر ونرجع تاني للقصه بتاعته.
قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن صرنا في حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. هذا النشيد الوطني الجزائري كتبه حد كاتب ثوري جزائري اسمه مفدي زكريا، كتبه وهو في سجن الاحتلال الفرنساوي. سجن كان اسمه بربروس، سجن بربروس سنة 55 1955. النشيد الوطني الجزائري ده لما كتبه مفدي زكريا سنة 55 قام بتلحينه حد اسمه علي السريني جزائري، وبعد ما لحنه علي السريني لحنه واحد اسمه محمد التريكي، وبعد ما لحنه محمد التريكي لحنه حد اسمه هارون رشيد. كل الألحان اللي اتلحنت دي ما لقتش قبول المتذوق الثوري الجزائري. ايه اللي حصل بعديها بقى؟ لحنه الفنان المصري محمد فوزي رحمة الله عليه. النشيد الوطني الجزائري اللي حضراتكم سمعتوا جزء منه اللي ملحنه محمد فوزي، ويبقى محمد فوزي المصري كل يوم في الجزائر بيعزف لحنه. مبروك الجزائر. وانا يعني عن نفسي بحب الجزائر، واعتقد ان كل مصري متزن بيحب الجزائر.